مرحبا بك سي محمد رضي الليلي. معك محمد بشيخ من تونس، مرحبا باحث محمد. ورجل اقتصاد وأستاذ جامعي. أنا باش نزيد فيما قيل، لأنه الشواهد التاريخية وحتى الحراك السياسي والدبلوماسي الحالي يثبت أنه لا علاقة للصحراويين بالمغرب كشعب وكمجتمع. كذلك على مستوى جغرافي هي تعتبر في إطار الاحتلال، والدليل على هذا أن موضوعها موجود في الأمم المتحدة وقضية متنازع عليها، وبالتالي معناها لا تجد معناها كونفيرماسيون أو اعتقاد بامتلاك الصحراء إلا عند المغرب أو المغاربة في حد ذاتهم، وهذا بالعكس هذا يضعف حجتهم ويضعف موقفهم، لأنه باعتباره هذا الموقف هو موقف من طرف واحد، يعني ليس موقف متشارك أو عالمي أو يحوز على اتفاق الجميع. يعني بصراحة يعني هذه كإنسان محايد وكإنسان قارئ جيدا. كذلك أنا نذكر مرة في 2016 عملت دراسة على الموسيقى الصحراوية واللباس الصحراوي في مجلة أمريكية، ووجدت أنه لا علاقة لا في اللباس لا في اللغة لا في مفردات اللغة لا في الحروف لا في يعني السانتاكس، سمحت نتكلم بالفرنسي، السانتاكس ولا البرونسيشن ولا الحوايج هذه كل ما عندهمش علاقة بالثقافة المغربية وطريقة واللغة المغربية، اللهجة المغربية بشكل عام، اللهجات المغربية ما عندهمش علاقة مباشرة. أقرب ليهم ناس هم الموريتانيين وقسم الموريتانيين، حتى مش موريتانيا فقط. هذا من ناحية الثقافية تحديدا. من ناحية السياسية الأمر محسوم، يعني الدليل على ذلك أن وجود جبهة تقاوم من أجل الاستقلال، وجود شعب يطالب بالاستقلال، وجود قمع من طبيعة عسكرية تعبر على سلطة احتلال. لو كان جات معناها أنه الشعب معناها لو كان جو الصحراء ومغاربة ما كانش يخمعوهم بطريقة عسكرية، هذه أكبر دليل. يعني أنا زرت المنطقة هذيك تقريبا في 2017 ولاحظت أنه الحضور العسكري والأمني أقوى أكثر مما يتخيل مما وجدته في المغرب كامله. يعني صراحة الحضور الأمني ظاهر للعيان بشكل رهيب جدا. في كل موقع تجد دورية، في كل موقع تجد يعني الشرطة بدون زي رسمي، في كل موقع يسائلونك من أنت إلى آخره من هذا الكلام. يعني تمام. وهذا يدل على أنه معناها هي سلطة احتلال، يعني يذكرني بالأساليب الاستعمارية القديمة يعني فقط. ولا إضافة إلى هذا أنه طبيعة الحكم في حد ذاته كناوي هي حكم ثيودالي قديم، يعني حتى لا ينتمي إلى هذا العصر صراحة، لم يطور نفسه من الداخل. يعني المخزن كما مغتصب الصحراء الغربية هو كذلك مغتصب للمغاربة أنفسهم، يعني هو دخيل عليهم، لا في منطق التفكير لا في منطق الحكم لا في أساليب الحكم. يعني هذا الشعب، هذه دولة أو هذا حاكم يتاجر بشعبه في كل المجالات وبطريقة قذرة صراحة. وهذا مش كلامي، يعني هذا كلام محلل أمريكي قالوا تقريبا شهرين في جانفي، يكتب مقال في الواشنطن بوست اسمه جوديس، تنجموا تطلعوا عليه وتشوفوا شنو قال، شنو حكاية. يعني كيف مثلا شفت أنا بالألمانية كيف تقرير حول الملك ذو الوجهين أو كينج دبل فيس هذا، شفتوا ماذا يقول عليه حتى الألمان نفسه في الدبليو دوتش فيلا. يعني والله صراحة مخجل. هل تتوقع تغيير النظام في المغرب يعني قريبا؟ أكيد بعد التطبيع أكيد هذه ما فيهش نقاش. وأن نعطيك مش حتى أن نعطيك حتى يعني أشهر أو سنة على أكثر تقدير ونقولها لك، لأنه استنفذ كل إمكانيات الحكم، يعني استنفذ أفلس اجتماعيا، يعني تقريبا قريب جدا، يعني معنى أفلس الحكم هذا أفلس، انتهى أمره يعني صراحة، يعني انتهى. يعني هو يقاوم من أجل اللحظات الأخيرة فقط. يعني والدليل على ذلك أنه حتى الحاكم نفسه اللي هو الملك متاعهم يعني الذي يقضيه خارج المغرب أكثر مما يقضيه داخل المغرب. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني إنسان هارب، يعني إنسان غير ممسك بتفاصيل الحكم وبآلية الحكم، غير ممسك بالحكم. يعني على طول التاريخ ما تلقاش ملك
يقعد يقضي بالأربعة والخمسة شهور خارج بلاده، مستحيل. خصوصا اذا كان يعني يقبض البلد بالحديد يعني. هو مش حتى قبضة حديدية، هي حكم يعني من طبيعة الحكم الفيودالي هو التعامل العسكري والأمني القوي والشرس، وفي نفس الوقت فهمت ولا معناها يعني اتخاذ وجه سياسي مغاير للآليات، هذا النفاق. يعني الحاكم هذا يعني من ناحية اجتماعية يبدو مرام ومهادن ومسالم، لكن من ناحية آليات الحكم آليات قمعية صراحة، وحكم حتى من طبيعته قلت يرجع القرون الوسطى، يعني ما تطورش حتى سياسيا، وحتى على مستوى الميكانيزمات والآليات ما تطورش بيها. مع إسرائيل ما هوش في صالح المغرب تماما، لأنه في نهاية الأمر لأنه القراءة السياسية للشرق الأوسط تشير إلى أن اليهود نفسهم يلوجوا على مهرب آمن والقوه في المغرب، وأنهم يحبوا يصفيوا النزاعات الكل من أجل أن يعيشوا في أمان، لأنه الشرق الأوسط كانوا في حالة حرب دائمة لم تنتهي إلى الآن. استقلال الصحراء الغربية؟ نعم طبعا. علاش؟ نفسك على استقلال الصحراء الغربية. أنا مش نعطيك مؤشرات وأنت فكر فيها سي محمد. أولا حالات الهجوم المتكررة والمتكاثرة بعد التطبيع، هجمات الدبلوماسية والسياسية، الاتهامات بالتجسس، الاتهامات بالرشوة الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمحاكمات الأمنية إلى آخره. هذا رقم واحد. رقم اثنين وهذا مهم، تسارع نسق التوطين اليهودي داخل المغرب. اللي ما يعرفش يعني تسارع قياسة اقتصادي، وحتى يعني نجم نقول احنا او نيفو دي كونستركسيون دي زابيتا، معناها يعني كيف نقول بالعربي، يعني بناءات المعمار على مستوى معماري كذلك، معناها تسارع النسق. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا وخطيرة جدا، هو كون الاعتراف المتسارع بقضية الصحراء الغربية من قبل الشعوب وتواتر الوعي العالمي بعدالة القضية. وهذا كانت شو تقرأوا المقال، تكتب في البرازيل، تكتب في المكسيك، تكتب في كولومبيا، وتكتب في الأفريق دو سود، وتكتب في بعض الدول العربية. يعني في نهاية الأمر يعني هناك حجة المغرب في هذا الامتلاك أصبحت ضعيفة وباطلة، ترتفع إلى يعني ترتقي إلى مستوى البطلان حتى عند الوعي البسيط العامي عند الناس. يعني بصراحة النقطة الرابعة والأخيرة في نهاية الأمر هو أنه الاختراق غير مسبوق للكيان للدولة المغربية في مستوى آلياتها، في مستوى إداراتها، في مستوى حكمها، في مستوى قصرها. وهذا يعني كما الثعبان الذي يلتف حول الضحية نتاعو للإجهاز عليها. إذا لأن اليهود حينما يريدون دخول البلد لا يريدون حاكما قويا، يريدون حاكما ضعيفا قادرين على التعامل معه. تصور أنت من 2022 ل 2000 إلى حدود الساعة ثم تقريبا 16 اجتماع في جلسة عامة وغير الجلسة العامة في الأمم المتحدة خاصة بالصحراء الغربية. 16 اجتماع في عام. تمام. واضح ولا؟ معناها القارئ المعطيات هذه يشير إلى رغبة دولية واضح. وهنا اللوبي الصهيوني يلعب في دور كبير برشا من أجل تصفية هذه القضية وإنهائها. أكبر دليل على ذلك ما أصدرته المحكمة الأوروبية في عدم التعامل في خيرات الصحراء باعتبارها خيرات متنازع عليها، وبالتالي قانونا لا يمكن إمضاء عقود مع المغرب في هذا الشأن. وهناك يعني الحكم النهائي سيصدر يعني في غضون اشهر وما اقل. هذا قلت لك تصور انت معناها التسارع والنسق معناها تقريبا من 75 الى حدود الان ما صارش، والان شوف النسق كيف تسارع. محمد والله شكرا جزيلا لك على كل التوضيحات والله، ومرحبا بك دائما معنا في هذه السلسله ان شاء الله من اللقاءات باذن الله تعالى. مشكور سيد راضي على المساحه وبارك الله فيك. مرحبا بك. شكرا. عفوا.